السلام عليكم. كي دايرين مزيان؟ اليوم معنا قصة واعرة تحت عنوان دم تحت الرماد. علي واحد الشاب فقير خدام في الكراج ديال السيارات. عيشة بسيطة ولكن وجهه قاصح، ماشي بحال الدراري ديال الحومة. مشيتو فيها تقل وعينيه فيهم جرح قديم. الناس ما كيعرفوش علي ماشي غير كيغسل السيارات، علي مخبر سري خدام مع واحدة من أقوى الفرق السرية في كازا. ولكن السر الأعظم، علي كيدور على الحقيقة ديال موت باه هو الحاج عبد السلام، راجل طيب مات في حادثة مشبوهة، ولكن التحقيقات سدات بلا سبب، والوحيد اللي كان علي شاك فيه هو الحاج مراد، رجل أعمال كبير عنده شركات، فلوس، نفوذ، وهو العدو الأول في حياة علي. في نهار غادي يغير كل شي، دخلت الكراج واحد البنت جميلة، لابسة نظيف، عينيها كبار، فيها واحد الهيبة ولكن فيها الحنان. علي وقف من الخدمة بلا ما يحس، القلب تخلع. هاد البنت ماشي عادية. سولته: سمح لي، طوموبيل ديال با منوضاش، نقدروا نصلحوها هنا؟ علي مرحبا بالهدوء بكم ديالو جميعا. جاوب: يسعدني إيه، أن أشارككم خليها هذه ورجع اللحظات عشية. من عالمي الخاص. البنت مشات في هذه الغرفة وخايفة شي الهادئة شوية، والمريحة وعلي شاف أجد دائما اللوحة، الإلهام اسم لأفكاري العائلة ومشروعاتي الجديدة. مراد. البوت إنها حبس مساحتي بنت العدو حيث ديالي تتشكل الأفكار باش زادت وتنمو طين بلة. الإبداعات. هي ما كانتش بعد بحال قضاء باها، بعض الوقت في كانت التركيز، مهذبة، حان وقت كتحتارم أخذ الناس، استراحة قصيرة كتضحك وتمديد ببساطة. الجسم. وليا هذه الأول مرة اللحظات حس بشي البسيطة إحساس كان ناسي تساعدني بزاف. على تجديد مع طاقتي الوقت وتصفية ليلى بدات ذهني كتجي قبل الكراج العودة بزاف، إلى العمل مرة بحماس تسول على أكبر. الطوموبيل، مرحبا. مرة تجيب قهوة، اليوم مرة غير أريد تهضر أن مع علي. أشارككم بعض وعلي الأفكار الرائعة بلا ما التي يبغي أعمل عليها. بدا كيتعلق في بها. هذه الغرفة الهادئة ولكن كل مرة أجد كيشوف الإلهام في وجهها كل تفصيل. كيبدا يسمع صوت باه دعوني يقتدني ولد أخبركم هاد عن كيف العائلة. يمكن لأي شخص أن يجد علي كان كيضرب شرارته راسو، الإبداعية واش في نكرهها محيطه ولا اليومي. نحبها؟ كل واش زاوية نهرب هنا، من ولا الكتب نقرب؟ المرتبة على الغموض الرفوف بدا إلى كيتعقد، النباتات الخضراء لأنه التي ليلى حتى تضفي هي بدات حيوية، كتعجبها شخصية وحتى علي. ضوء المصباح الدافئ، هادئ، كلها محترم، تساهم في خلق بيئة غامض، مثالية شي للتفكير حاجة فيه العميق كتجذبها. والابتكار. حتى نهار إنها قالت حقا ليه: مساحة تساعد علي، على التركيز ممكن وتوليد نعرف علاش الأفكار ديما منكر الجديدة. راسك؟ أتمنى أن تكونوا كتحسني قد بغريبة استمتعتم عندك. بهذه علي النظرة رد برود السريعة على مصطنع، عالمي. حيت الدنيا ماشي ديال تذكروا الثقة، دائما أن ولكن الإلهام عينيه يمكن قالوا أن كلام يكون في آخر. كل مكان واحد النهار، حولنا. أيامات فقط قليلة من بعد، نحتاج أن نفتح علي أعيننا توصل بمعلومة خطيرة ونستقبلها. من الفرقة اللي إلى خدام اللقاء في معها. المرة القادمة. الحاج مراد متورط في شبكة ديال غسل الأموال، والفرقة باغية دليل قاطع باش يطيحوه، وعلي هو اللي عنده الفرصة يوصل للوثائق عبر ليلى. عاد الغموض بدا كيتشابك. علي كيبغي ليلى، ليلى كتحس بعاطفة قوية ناحيته، وبها هو المطلوب رقم واحد. فمهم علي، وزيد عليه، علي مولف الملف ديال موت باه، وبغى الحقيقة. علي دخل في صراع داخلي خطير. غادي نستغل بنته ولا غادي نصدق الإحساس؟ نهار، علي كان في الكراج كيصلح الطوموبيل، لقى في التابلوت السيارة واحد دفتر صغير مخبي مزيان. فتحو، كانت فيه أوراق غريبة، تواريخ، اجتماعات، رموز، أرقام شركات، شي حاجة ماشي طبيعية. في وسطهم كاين واحد صفحة فيها عنوان مكتوب بخط قوي: صفقة التخلص من عبد السلام. علي تحبس، قلبه تبرد، يديه تقوسو. هالدفتر ديال با ليلى، واللي كاتب الكلمات هو الحاج مراد بنفسه. الدفتر كيشرح بالتفصيل كيفاش كانوا بغاو يتخلصوا من عبد السلام باش ما يبقاش يفضح واحد المشروع خايب. علي خلى الدفتر في بلاصتو وسد الطوموبيل، والأول مرة منذ سنين بكى، ولكن بلا صوت. ليل، علي كان غادي للدار، وقف قدامه واحد راجل بسيارة سودة. راك قلبتي بزاف يا علي. علي شد نفسه. شكون انت؟ أنا من طرف الحاج مراد،
وعارفين اللي لقيتي، والحاج كيقول ليك ما تدخلش راسك. رع ليلى ما تدخلهاش في شي حاجة. علي شد أعصابه وجاوب: قول ليه، وليدي رجع وغادي ياخد كل شي. الرجل تقرب منه وقال: راك عارف النتيجة، هادي ماشي حرب ديال الفقراء. علي مشى بلا ما يجاوب، ولكن القوة في خطواته كانت واضحة. علي دار اجتماع مع الفرقة، عرض الدليل وفسر أن الدفتر كيبين تورط مباشر. الرئيس قال ليه: مزيان، دابا خاصنا الوثائق النهائية. وعلي جاوب: غادي ناخدهم حتى لو كان عبر ليلة. ولكن في داك الليلة سارة ما باتاتش في دارهم، رجعات في الصباح كعيانة خايفة، وقالت له كلمة واحدة: بابا. راح علي: ماشي اللي كتحسبوه. الحاج مراد عرف أن الخطر كيقرب، وعلي عرف أن لعبته غادي تولي حرب كاملة. ليلى ما نعساتش داك الليل، كانت كتقلب في الهاتف ديالها، في دماغها، في ذكرياتها. كل حركه ديال باها، كل كلمه قال عليها في حياتها بدات كتضارب وجه جديد. وفي لحظه قررت تواجه الحقيقه. مشات الكراج عند علي، ولكن هاد المره ما كانتش جاي تعطي الضحكه، كانت جاي تقلب حياتها. لقاتو واقف كيشوف الارض بحال اللي كان كيتسناه. قالت ليه بلا مقدمات: علي، قول لي كلشي. علي رقع عينيه وشاف فيها نظره معزاج، نظره وحده كتسقط في العالم ديال الحقيقه. بدا يهضر على خدمته السريه، على الدفاتر، على الوثائق، حتى وصل للجمله اللي قطعت قلبها: باك كان سبب في موت باه ديالي. ليلى حسات قلبها تهرس ببطء، ولكن ما بكاتش، بقات واقفه بحال شي جندي وقالت بصوت ميت: انا ماشي مسؤول على الدم ديالو، ولكن مسؤول على الحقيقه. ومن داك النهار قررت تكون مع علي ماشي ضده. علي ما بقى باغي لا تسجيلي لا مخابي لا خطط، باغي يواجه الحاج مراد كدوكر. دخل الفيلا، الحرس تزحلقوا من نظرة واحدة. الحاج كان في المكتب كيكتب، رفع راسو وشاف علا كيقرب بخطوات ثابتة. قال بصوت بارد: انت اللي خسركتي بنتي؟ علي جاوبه بصوت أعمق من الغضب: وانت اللي خربتي لي حياتي كاملة. الحاج وقف وقال: ولدك كان باغي يدخل في الشي ماشي ديالو، وكان خاصو يدفع الثمن. علي تقرب بزاف: ويوا دابا انا غادي نحاسبك على هداك الثمن. الحاج ضحك: راك صغير علي، العالم ديالي كبير عليك. علي قرب الاذن ديالو وقال: العالم ديالك غادي يطيح الليله. الحاج لاول مره شاف الخوف في وجه علي، ماشي خوفه هو، خوف الحاج منه. الفصل العاشر: السر الأعظم ديال موت الأب. بدا التحقيق الحقيقي. الفرقة السرية ولات مع علي رسميا، بداو كيجمعوا خيوط القضية، ووسط الملفات خرج اسم مفاجئ: الحاج عزوز، أقرب واحد لعبد السلام قبل ما يموت، بحال عمو، الصوت اللي كان دايما كيدافع على العائلة. ولكن الحقيقة اللي خرجت كانت مرة: عزوز كان شريك في المخطط. عزوز هو اللي عطى التفاصيل على عبد السلام. عزوز هو اللي قال للحاج مراد ديروها بحال حادثة. علي قرا الوثائق بصمت، كل سطر كان كيقتل جزء منه، وقال بصوت خفيف: قاتل باه كان كيجلس في دارنا. وهاد الحقيقة قلبات الطاولات كاملة. الفصل 11: الخيانة الكبرى اللي ما توقعهاش حتى واحد. علي مشى عند عزوز في دارو القديمة كيشرب اتاي، ضاحك. علي جلس مقابله وعيونه ما كيرمشوش: كنت كتحمينا ولا كنتي كتراقبنا باش تقتلوه مزيان؟ عزوز تجمد، ضحكه وقفات: علي راك فاهم غلط. علي حط الوثائق فوق الطابله: هنا كلشي. عزوز شاف الاوراق، شد نفس عميق. ابوك كان غادي يدمر كلشي، كان خاصو يسكت. علي ضرب الطابله: كان كيحارب الفساد. عزوز وقف وقال: والفساد كان كيوكل الناس، وكان كيعطي لينا القوه، وإياك تكون كتحسب راسك غادي توقف هذا العالم.
علي جاوبوا ببرود قاتل: ما غاديش نوقفوا، غادي ندفنوا. وبدا العيد التنازلي. الفصل الثاني عشر، النهاية، الانتقام. الليل، المطر نازل، المدينة كتشعل وكتطفي كأنها كتنفس. علي ما بقى داك الشاب الفقير ولا رجل كيعرف كل الأسرار، ولا آخر واحد من عائلته واقف. مشى لدار الحاج مراد ومعاها الفرقة كاملة. الشرطة دخلت من جهة، المخابرات دخلت من جهة، والحرس فاشلوا يلوحوا الكلاشيات. الحاج مراد خرج كيجري. علي سد الطريق عليه، قال لي: علي، على الدم غادي تخلص بالدم. الحاج كان باغي يهرب، ولكن الفرقة كانت محاصرة، تشد. وبعدو علي مشى للدار عزوز. ما استعملتش الشرطة، مشى بوحدو. عزوز كان كيتسنى، عارف النهاية وصلات. قال ليه: ايوا، دير داكشي اللي في بالك. علي جاوبو كلمة وحدة: انا ماشي بحالك، ماشي قاتل. سجلو بالصوت، عطاه الفرقة وتشد حتى هو. جوج رجال اللي قتلوا باه تشدوا في ليلة وحدة. والأول مرة علي خرج للزنقة، رفع راسو للسما وخدا نفس ديال الراحة. ليلى جات لعندو، عيونها حمراء ولكن فيها أمل. قالت: سالينا من الدم، دابا نبدو حياة جديدة. علي جاوب: الانتقام ما رجع والو، ولكن رجع ليا حقي. تشبكوا بيدينهم ومشى معاها وسط المدينة اللي كانت عامرة بالحقيقة اللي خرجات. نهاية الطريق، ولكن بداية حياة جديدة.